أعزائي الطلبة الصف الأول الإعدادي، النهاردة أول حصة عندنا في الجبر. نتكلم على حاجة اسمها الأعداد النسبية. والأعداد النسبية قبل ما ندخل فيها لازم نفتكر مع بعض حاجة اسمها أعداد العد. أعداد العد هي درسناها زمان، هي 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. كبرنا شوية وخدنا حاجة اسمها الأعداد الطبيعية اللي هي طه، وطه دي بتتكون من 0 و1 2 3 إلى ما لا نهاية، يعني أعداد العد بالإضافة إلى الصفر. وبعد شوية خدنا حاجة اسمها الأعداد الصحيحة، وكانت منها أعداد موجبة 1 2 3 إلى ما لا نهاية، وأعداد سالبة -1 -2 إلى سالب ما لا نهاية، والصفر في النص. كنا بنسميها كده صاد موجب اتحاد الصفر اتحاد صاد سالب، يعني أعداد موجبة وأعداد سالبة والصفر. ولكن في هناك أعداد أخرى تاني ولا صحيحة ولا طبيعية ولا من أعداد العد، زي العدد ده 2/5. 2/5 ده مش موجود في الأعداد الصحيحة، ده بسط ومقام، وكذلك نص، وكذلك -7/11. كل الأعداد دي بسميها اسم جديد هو الأعداد النسبية، وارمز لها بالرمز ن. إيه هو بقى العدد النسبي؟ هو بيتكون من أ على ب، يعني بسط ومقام، بشرط إن الألف والب دول ينتموا للصاد، وإن الب ما تساويش صفر، لازم المقام ما يساويش صفر. يبقى أي بسط ومقام ده عدد نسبي، بس بشرط إن المقام اللي هو عندنا هنا ب لا يساوي صفر. تعال نشوف مثال كده، بيقول لي كده: أي الأعداد الآتية نسبي وأيها ليس نسبي؟ 7/5 طبعا ده بسط ومقام، وده عدد صحيح وده عدد صحيح، يبقى نسبي. -2/11 برضه نسبي. طب 3، التلاتة دي أصلها 3/1، ده برضه عدد نسبي. طب لما يقول لي 5/0 أقول له المقام صفر، يبقى ليس نسبي. طب -7/2 - 2، -7 دي مش مشكلة، يعني ده عدد صحيح، لكن 2 - 2 دي بكام؟ صفر، يبقى -7/0 ليس نسبي. طب بيقول لي 4/س - س، ما هو س - س يعني عدد ناقص نفسه، برضه صفر، يبقى برضه ليس نسبي. يبقى دلوقتي الشرط ان البسط والمقام يكونوا اعداد، بس المقام ما ينفعش يساوي صفر، زي رقم 4 ديت، زي رقم 5 2 - 2 صفر، زي رقم 6 س - س صفر. طب تعال نشوف مثال تاني، بيقول لي كده: اكمل العدد 5/س - 2 ده نسبي، بشرط س ما تساويش كام؟ اول ما يقول لي نسبي بص للمقام، بيقول لي س - 2، اقول له ده نسبي بس بشرط س ما تساويش 2، لأن ساعتها يبقى 2 - 2 صفر. وفي معلومة تاني ممكن أعمل كده، أخد عكس العدد ده، مش ده -2، خد -2. طب تعال نشوف العدد اللي بعده، بيقول لي 7/س - 4 ده عدد نسبي بشرط س لا تساوي كام؟ بص تحت، مش ده -3، يبقى أخد -3 وعشان أتأكد يبقى -3 - 3 صفر. طب بيقول لي العدد 5/س ده عدد نسبي بشرط س لا تساوي، أقول له دي سهلة بقى، دي صفر، ما ينفعش 5/0. طب بيقول لي 7/8 س، برضه اقول له س لا تساوي صفر، حتى لو في عدد هنا قدام السين اسمه معامل السين، طالما ما فيش ولا زائد ولا ناقص يبقى صفر. يبقى نشيك عليهم تاني كده: 5/س - 2 اقول له شرط س لا تساوي 2، دي -2 يبقى عكسها -2. طب هنا 7/س - 3 اقول له س لا تساوي -3، دي -3 بقت -3. هنا 5/س يبقى صفر، 7/8 س برضه س هنا ما فيش ولا زائد ولا ناقص، يبقى برضه صفر. ناخد السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الخامس، بيقول لي كده: العدد 4/2 س - 6 نسبي بشرط س لا تساوي كام؟ بص يا جماعه، احنا ممكن نعمل حاجه، ناخد المقام ده اللي هو 2 س - 6 ونساويه بالصفر ونعملها معادله، ودي الستة دي بعكس الاشاره، يبقى عندك 2 س هيساوي 6، واقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، دول طيروا بعض، يبقى س هتساوي 6/2 فيها كام؟ 3. وممكن اجيبها بالنظر، مش دي -6 اخليها 6، واقسم على العدد اللي جنب س اللي هو 2، يبقى 6/2 فيها كام؟ 3. ممكن اخدها واعملها معادله، اودي ال6 بعكس الاشاره واقسم هنا على الاثنين على الاثنين عشان دي 2، يبقى الاجابه 3. تعال نشوف الملاحظه الثانيه النهارده،
بيقول لي إذا كان أ على ب بيساوي صفر، يعني ده عدد نسبي بيساوي صفر، فإن الألف هو اللي بصفر، يعني البسط اللي بيبقى صفر. طب اديني مثال كده عشان أفهمك. بيقول لي العدد س ناقص 5 على س زائد 2 ده بيساوي صفر، يبقى س بكام؟ بص فوق، مالكش دعوة بتحت. لو قال لك صفر ما تبصش تحت، بص فوق. أقول له س ناقص 5 على س زائد 3 بيساوي صفر، فإن س تساوي 5، عشان ساعتها يبقى 5 ناقص 5 صفر. وزي ما قلت لك خد عكس العدد، سالب 5 اقلبه يبقى موجب 5. طب هنا بيقول لي العدد س زائد 7 على س ناقص 1 بيساوي صفر، يبقى س تساوي كام؟ بص فوق، خد عكس العدد، موجب 7 يبقى سالب 7. حتى تعال نتأكد، سالب 7 زائد 7 يديني صفر. هنا بقى بيعكسني، غير اقول له استنى، 6 ناقص كام يديني صفر؟ 6 ناقص 6 اهو، انا ببص فوق، 6 ناقص س بصفر، اقول له يبقى الس دي لازم تبقى ب6 عشان 6 ناقص 6 صفر. تعال نشوف الملاحظة الثانية النهارده أو الملاحظة الثالثة. يمكن كتابة، بيقول لي يمكن كتابة العدد النسبي بأكثر من صورة. يعني أي عدد نسبي زي 3 على 5 ده ممكن أكتبه بأكتر من صورة. طب تعال نشوف المثال اللي هو مديهوني. بيقول لي اكتب 4 صور للعدد 3 على 5. أقول له ماشي. أنزل العدد اللي هو 3 على 5. هو عايز 4 صور. بجهز ل4 صور. أول حاجة اضرب في 2، اضرب العدد الأصلي ده في 2. 3 في 2 ب6، 5 في 2 ب10، 6 على 10 هي 3 على 5. طب وبعدين اضرب في 3، 3 في 3 ب9، 5 في 3 ب15، برضه 9 على 15 هو 3 على 5. العدد اللي بعده اضرب في 4، يلا 3 في 4 ب12، 5 في 4 ب20. العدد اللي بعده اضرب في 5، 3 في 5 15، 5 في 5 25. ادي 4 صور. يبقى اول حاجه ضربت العدد الاصلي في 2، هو نفس العدد ضربته في 3، هو ضربته في 4، ضربته في 5 اداني 4 صور. تعال نشوف مثال مميز شويه. بيقول لي كده: اوجد العدد النسبي الذي يساوي 2 على 3 ومجموع حديه 20. يعني ايه مجموع حديه؟ اللي هما البسط والمقام. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي اول حاجه اكتب العدد زي ما هو، وزي ما علمتك اضرب في 2. يلا 2 في 2 ب4، 3 في 2 ب6، واجمع الحدين دول. 4 زائد 6 10، لكن هو عايز 20. تعال نضرب في 3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9. تعال نجمع 6 و9 15، لا ده عايز 20. تعال نضرب في 4، 2 في 4 ب8، 3 في 4 ب12. تعال نجمع 8 و12 هو ده العدد اللي انا عايزه 20. 8 زائد 12 20. تمام. تعال نشوف المعلومة اللي بعدها والأخيرة النهاردة، لكن إن شاء الله الأيام الجاية هينزل فيديوهات أكتر. بيقول لي كده: كثافة العدد النسبي. بيقول لي ملاحظة: بين أي عددين نسبيين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد. خلي بالك دي مهمة جدا بتيجي في الأكمل. بين أي عددين نسبيين في عدد لا نهائي من الأعداد، أعداد كتيرة جدا. طب اديني مثال كده يا أستاذ. أوجد 3 أعداد نسبية تقع بين النص والثلث. أقول له حاضر. أدي نص وأدي ثلث. أول حاجة بوحد المقامات، بضرب 2 في 3 ب6، فبكتب هنا 6 وهنا 6، وأعمل عملية المقص كده، أضرب هنا 3 في 1 ب3، و2 في 1 ب2، يبقى ضربت كده 3 في 1 ب3، 2 في 1 ب2. وبعد كده أقول بالضرب في 10، اضرب في 10 وريح نفسك، هيدي لك أعداد كتيرة. ال3 تبقى 30، وال6 تبقى 60، ال2 تبقى 20، وال6 تبقى 60. تعال نشوف بقى الأعداد اللي بينهم. ما بين ال20 و30 ممكن آخد 21، 22، 25، المهم بين ال20 وال30. كل ده على كام؟ على 60. يبقى دول 3 أعداد أدخلناهم بين النص والثلث. النص اللي هو ده 30 على 60، الثلث 20 على 60. هنكتفي النهارده بكده، لكن إن شاء الله أوعدكم المرات الجاية في فيديوهات تانية هندسة وجبر وهكذا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.